السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أخواتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال إن شاء الله، وانتم تشاهدوا فيديو اليوم. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم واحد الرولي هكا بالدجاج أو بالديك الرومي اللي غادي نستعمل فيه الخضر، القرع الأحمر والجزر، وكذلك غادي نتبلو بهاد التوابل: الملح والكركم والابزار والفلفل الأسود، وكذلك الزنجبيل يعني سكينجبير. غادي نجيبو ديك القطعه ديال الصدر الديك الرومي. انا درت هنايا الديك الرومي، كما يمكن لكم ديروا صدور ديال الدجاج. حاولت نسطحها هكا بهاد المطرقه هذه، او تستعملوا الدلاك اللي متوفر في المطبخ. غادي تسطحوا هكا هاد القطعه باش تولي عريضه، وغادي نجيبوا التوابل، غادي نصبوهم في حد الصحن باش نخلط فيه هاد التوابل هادو اللي عباره عن الكركم والفلفل الاسود وكذلك الزنجبيل او سكينجبير. وغادي نستعمل هنايا الثوم بودرة، كما يمكن لكم تستعملوا الثوم يعني الطرية اللي متوفر عندكم في المطبخ. وغادي ندير كذلك القزبر والمعدنوس، كما يمكن لكم ديروا الزعتر، كذلك كيجي مع صدر الدجاج كيجي رائع، كتجي البنه ديالو زوينه. ضفت هنا القليل ديال الماء باش نخلط فيها التوابل هادو. كما كتشوفوا نحاول نخلطهم كاملين باش ندهن به داك الصدر ديال الديك الرومي. غادي نضيف له القليل ديال زيت الزيتون. كما كتعرفوا راه الدجاج ناشف كيحتاج شويه ديال ليدام او شويه ديال الزيت هكا. انا درت هنا زيت الزيتون، كما يمكن لكم ديروا الزيت العادي. غادي ندهن هكا القطعه ديال الصدر، غادي ندهنها بالجهتين باش تشرب لينا ديك القامه مزيان. كما كتشوفوا غادي نحاول ندهنها كامل بهاد التوابل هادو، ومن بعد غادي نقلبها كذلك من الجهه الثانيه باش ندهنها كذلك. غادي نحاول ندهنها كامله باش تشرب ليا داك التوابل. درت هنايا الورق ديال الزبده لان هذا اللي غادي نطيبو فيه، وقلبتها على الجهه الثانيه باش كذلك غادي ندهنها كامل بالتوابل باش تشرب ليا مزيان دوك التوابل. بعد ما قلبتها غادي نحاول نقادها هكا على الشكل الطولي باش نعمرها من بعد. وغادي ندهنها كذلك بهاد الجهه هذه، غادي ندهنها كامل بهاد التوابل باش تشرب مزيان وتجي فتيه. وهادو هما الخضر اللي استعملت عندي، كذلك الجزر والقرع الاخضر اللي غادي نستعملهم هكا في الوسط. يعني ما درت لهم لا توابل لا والو، وحاولت هكا ندير هاد البقيه ديال التوابل نقسمهم على داك الخضر باش تنسموا ليا. ودرت كذلك الملح فقط اللي غادي نسمي به هاد الخضر هذه. سبقت هنايا القرع الاخضر. غادي نحاول نوزع هكا كامل هذيك الطبقة الخضراء على الدجاج او على الصدر ديك الرومي. كما كتشوفوا نحاول نوزعه كامل ديك الطبقة. كما يمكن لكم اخواتي كذلك ديروا الفطر او شامبينيو، حتى هو كيتوات مع الدجاج. صافي غادي ندير هاد الفرماج هذا او الجبن. غادي نوزعه كامل على بعد ما وزعت هاد الجبن على الخضر او على القرع الاخضر، كذلك زدت لها شويه ديال الموتزاريلا، وغادي نزيد طبقه ديال الجزر.
انا غادي نزيد ديك الطبقه ديال الجزر من الفوق. تبلتها هكا بشويه ديال الابزار وشويه ديال الملح فقط، لانه غادي يطيب الداخل من الدجاج، غادي يتنسم، غادي ياخذ من نسمه ديال الدجاج. وكذلك دوك التوابل ضفت له القليل ديال زيت الزيتون، بما ان الصدر ديال الدجاج او ديك الرومي كيكون ناشف، نحاولوا اننا نزيدوا له شويه ديال الزيت. وصافي بعد ما زدت الطبقه ديال الجزر كما كتشوفوا، غادي نسطحها كامل ونوزع ديك الطبقه البرتقاليه، كتجي واحد طبقه برتقاليه من الداخل ديال هكا هاد الروري هذا. وغادي نحاول نجمعه على الطول بهاد الطريقه هذه، نحاول نجمعه. كما كتشوفوا انا هنايا جمعته غير بهاد الورق ديال الزبده. كما يمكن لكم اخواتي ديروا هكا، ديروا له الخيط باش يبقى مجموع، ما يتفكش او ما يتحلش لكم في الفران. انا درت له هنايا غير الورق ديال الزبده، حاولت نزيرو مزيان، ومن بعد غادي نغلفو كذلك بالورق ديال الالومنيوم. بعد ما جمعتو بهذه الطريقه غادي نجيب الورق ديال الالومنيوم كذلك غادي نغلفه من الفوق. نحاول نزيرو مزيان باش ما يتحلش في الفران. بعد ما غلفتو بالالومنيوم غادي نديرو في القالب ديال الفران، وغادي ندخلو يطيب على نار متوسطه. نحاول نقاد الشكل ديالو مزيان، وغادي نغطيه كذلك بالورق الالومنيوم من الفوق. وصافي غادي ندخلو الفران يطيب. درت له الحراره 180 درجه والنار تكون من الاسفل فقط. وصافي بعد ما نحسو انه طاب نص طيبه غادي نخرجوه. ديك الخضر كيطلقوا الماء ديالهم، نحاول نخرج داك المرق في هذه الطنجره هذه، باش من بعد غادي نديرو ديك المرقه تختار، غادي نستعملوها كصلصه او كصوص مرافق. كما كتشوفوا هذه هي المرقه اللي صفاها، يعني داك الصدر يعني بداك الخضر. كما كتشوفوا هذه راه المرق ديالو. بعد ما صفيت له داك المرق غادي نردو فوق البوطه باش يختار. وغادي نجيبو ديك القطعه ديال اللحم او صدر الدجاج، غادي ندهنوها هكا بالزبده باش تحمر. غادي نحلو عليها الان لانها طابت تقريبا، باقي لها غير تحمر. كما كتشوفوا راه صدر الدجاج دغيا كيطيب، ما كيديش شي وقت بزاف. حاولت هكا نقلبو باش يطيب يعني بكلتا الجهتين او يتحمر بجميع الجهات. غادي دهنتو هنايا بالزبده، دهنت له الوجه ديالو باش ياخذ لينا داك اللون الذهبي. وصافي غادي نردو للفران باش يتحمر. وداك المرق غادي نديرو يختار فوق النار. وها هو
هو الدجاج ديالنا او الديك الرومي بعد ما رديته للفران وذهب اللون ديالو. غادي تشوفوا الان في طبق التقديم. ونتمنى الفكرة ديال اليوم او طبق ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، يعني كيجي رائع وكيجي لذيذ ما شاء الله. نتمنى تجربوه وتنال الاعجاب ديالكم وان شاء الله وديروه في المطابخ ديالكم. الان غادي نقطع باش تشوفوا كيفاش كيجي من الداخل. كيجيو الالوان ما شاء الله، كيجيو دوك الالوان البرتقالي والاخضر. كنحاول هكا نقطع لكم باش تشوفوه من الداخل كيفاش كيجي. هذا هو المنظر ديالو اخواتي. من الداخل ديالو كيجيو الالوان ما شاء الله عاتيين المنظر. يمكن لكم هكا تفرحوا به وليداتكم وكذلك تقدموه للضيوف لما لا. وداك المرق بعد ما رديتو يعني فوق النار واختارت ديك المرقه، غادي نديروها هكا كصوص مرافق. ونتمنى ان شاء الله الطبق ديال اليوم او الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. واعتذر كذلك على الغياب الطويل عن القناة. وان شاء الله الوصفة ديال اليوم تجربوها في المطابخ ديالكم وتنال رضاكم. وكذلك وإلا عجبتكم الوصفة ما تنساوش تشاركوها مع الاخوات والصديقات ديالكم. والى فيديو قادم ان شاء الله وفيديو جديد. وجزاكم الله خيرا على المشاهدة للفيديو الاخير. ودمتم في رعاية الله وحفظه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.